السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند محترف العصافير. كنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا في صحة جيدة. كما وعدتكم غنتكلموا على الطائر الوجه الأسود. هاد الطائر هذا هو طائر اللي قليل المربيين عندنا ديال المغرب اللي هما تيخدموا عليه او تيكونوا عندهم واحد الدراية. وهاد الطائر هذا بغينا نتكلموا عليه، جرين شيكد او وجه الاسود. وهذا الجرين شيكد بان في اواخر القرن 19، وبداو فيه كيطوروا فيه المربيين في القرن العشرين. كاين المربي جيمس كينغ اللي كان هو مساهم في التطوير، اللي كان مخصص في تطوير طيور ديال الزينة. وكاين المربي فينسيت فير اللي كان هو مشهور مع تطوير الطيور ديال الزينة، طيور ديال الفيشر اللي كان كيطور فيها، وهذا مشهور تا هو. وكاين بعد واحد المربي بيل برانس، وكان هذا المربي مشهور في امريكا، اللي كان مسؤول على الالوان ديال الطيور وعلى النمط. هاد المربين كانوا كيساهموا في التطوير ديال هاد الطائر هذا مع طيور اخرى ديال الفيشر. واغلب الطفرات اللي هي نادرة وغالية كان هاد الطائر هذا هو من الاسباب. وانا كندرت لكم هذا الفيديو باش نتوما تعرفوا هذا الطائر هذا بلا راه هو كان من الاسباب ديال بعض الطفرات اللي هي كانت باهظة الثمن وكانوا كيطوروا فيها. وملي دخل هذا الطائر هذا وطور منه كيبقى هذاك التهجين اللي كيشيط من الطيور اللي كانت شاطت. انا دخلت هذاك الوقت دخلت للمغرب، وهذا الطائر هذا راه تيبان لينا بعد العلامات ديالو في طيور ديال الفيشر. واول مره دخل الطائر ديال الفيشر للمغرب دخل في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين. تما فين خدموا عليه بعض المربيين، وتما فين تشهر، وتما فين زاد التطوير ديالو حد الان، حد هاد الساعه. والتطوير ديالو عند المربيين، المربيين عندنا في المغرب، انه اللي لاحظت الاخوان انهم تيخدموا مثلا كيشريو الطفرات اللي هي غاليه تيخدموا على الناتج ديالها، وانهم باغيين يبيعوا، كيبيعوا الطيور ديالهم وكيخليو منها. وهذا مزيان، ولكن حنا المربيين ما كرهناش في المغرب انه يزيدوا يطوروا. انا كنلاحظ المربين اللي هما كبار تيدير الغرفه ديال الانتاج بوحدها وغرفه ديال التطوير. وتنا ما كانش عند الانسان، حنايا كنمشيو على قد المستطاع. الانسان كيدير الطيور ديالو ديال الفيشر اللي هي كي طفرات وهادي، ويحاول يدير واحد البلاصه اللي يحاول يطور منها ويديرها التطوير. طيور تكون قليله وديرها للتطوير. وهذا الطائر هذا راه ملي كتدخل عليه، مثلا دخلت عليه الالبينو، الالبينو تيخرج بلون صبغه، تيخرج طائر بيض حليب. وهذا الالبينو كيكون نادر، كيخرج بدون صبغه. ولا دخلتي عليه اللاتينو تيخرج، اللاتينو تيخرج ساطع. اللون ديال اللاتينو تيخرج ساطع، تيخرج اللون ديالو طالع مزيان. وهذا اللاتينو حتى هو قليل. الانسان هذا الطائر هذا راه تقدر تدخليه مثلا على الاوبالين. الاوبالين تيخرج احسن من الاوبالين ديال الفيشر، تيتبدل ليه اللون ديالو وكيتبدل ليه اللون ديال الريش، والتدرجات هي كتبدل. زائد الا كان اللون ديال الاورانج او اللون اللي تنقولوا ابيض، في مشتقات ديال الازرق، تيتبدل الى واحد اللون اخر، كيولي الاوبالين بشكل اخر. ولا دخلتي على بار بلو اوبالين كتزيد تاني كتحسن من هذاك اللون اللي كيولي فريد، كيولي بار بلو اوبالين بواحد الشكل اخر. ما كيبقاش في البار بلو الاوبالين اللي كنشوفوا هذاك اللون، كيتبدل اللون. وهذا الطائر هذا راه مشهور في دول اخرى وخدموا عليه. وكيبغي انك الا بغيتي تدخل عليه بعض الطيور كتدخل عليه طيور اللي تكون نقيه، دم نقي، باش كتعرف انك كيفاش تركب. وهذا الطائر هذا ملي كتدخل عليه واحد الطائر ديال الفيشر تيخرج هذاك الطائر ديال الفيشر بالبقع السوداء اللي كتكون في هذا الطائر هذا اللي تنقولوا وجه الاسود. كتهجن وكتخرج لنا واحد البقع سوداء اللي حدا الخد.
وهذوك البقع السوداء اللي هجّينا عليه الأوبالين ما كنبقاوش ندخّلوا عليه هذاك الوجه الأسود، الأوبالين تنكمّلوا عليه، تنخدموا على الأوبالين، يعني هذوك البقع السوداء تتحيد، راه ما تتبقاش، الجيل الأول الجيل الثاني ما كتبقاش. وكذلك الباربلو أوبالين إلا دخّلنا عليه كندخّلوا عليه غير مرّة وحدة وكنخدموا على الباربلو أوبالين مع الفيشر وكيولي اللون كيتغاير لون الريش وكيتغاير هادوك المدرّجات اللي كيكونوا كنقولوا في الجناحين، وعاد باش تاني هداك اللون كيعاود كيزيان لينا كيولي عندك طيور خاصة بك وعندها واحد النظرة، وهادو راه قليل اللي تيخدم عليهم، يعني أنا كنشوف الإخوان كيخدموا على الفيشر والبيرسوناطا، وهاد الوجه الأسود اللي كنقولوا ليه جرين شيكد، وهاد الجرين شيكد سموه على هادوك الخدود الخضراء اللي كتكون عنده، يعني هاد الشيء علاش سموه. هاد المعلومة اللي كنعطي للإخوان راه قليل اللي تيعطيها، علاش ما عندش كنلقى المربيين أكثرية في المغرب ما عندهمش بيه دراية، يعني الطائر تيعرفوه ولكن باش أنه كيتهجن مع الفيشر حد الآن ما كنسول الإخوان ما عارفينش، وأنا على هاد الشيء علاش درت لكم هاد الفيديو باش نشارك معكم أي معلومة إن شاء الله، ولكن أنا ديما لايك هي اللي كتساعدني باش كتحفزوني باش أنني نزيد نعطي المعلومة ونجيبها، وإن شاء الله نشارك معكم كل شيء إن شاء الله أي معلومات وأي طفرات، وإن شاء الله الطفرات السهلة حتى هي إن شاء الله نطرقوا لها. وبالنسبة لهاد الطائر هذا هادشي باش كيتميز، يعني إلا دخلنا عليه اللاتينو واللاتينو كنقولوا متنحي، دخلنا عليه كناخدو داك الأجيال ديالو تنخدمو بها كتولي عندنا لاتينو بلون يعني مشع لون طالع. دخلنا عليه الدايلوت، الناس راه ركبت عليه الدايلوت باش تعطى الدايلوت بواحد اللون اللي هو قوي وزاهي، يعني الطائر اللي دخلنا عليه ديال الفيشر كيحسن لينا. وهاد الناس اللي خدموا عليه من هادوك السنوات يعني تم الطيور اللي كانت كتشيط ليهم يعني في التهجين كانت كتدخل كيدخلوها عندنا للمغرب وكتبان هذيك العلامة اللي كتكون عند جرين شيكد كتكون عنده في الصدر ديالو. يعني مثلا كنلقاو البيرسوناتا نسبة الميلانين كتكون كحلة، وكنلقاو عنده واحد الوسخ اللي كاين هو الظلال ديال الوجه الاسود اللي دخل عليها، حيت الوجه الاسود والبيرسوناتا خاصها تكون الكولي ديالها نقية، ولكن الجرين شيكد عنده ظلال، هذيك الظلال كتبدا تبان لينا. وهذاك اللول اللي كان سول واحد الصديق نيت يعني تبع القناه ديالنا وقال لي كاين واحد اللول اللي هو كيبان لينا ليموني، هذاك الليموني راه داخل هذاك الطائر على هذاك الطائر على البيرسوناتا. جرين شيكد تيخلي العلامه ديالو هو هذاك الليموني اللي كيكون يعني في الطائر. وكاين بعض الطيور اللي حنا كنشوفوها دابا حاليا في الاسواق تلقاو فيها ظلال ديال الراس، يعني كاينه ديك الكحوليه اللي كنقولوا ديال الراس، وكاينه هذاك اللون اللي تنشوفوه ديال الصدر اللي هو كيبان صغير قليل، هذاك راه داخل جرين شيكد عليه. يعني وحنا باش كتحسن من هذيك الطفره خاصك تخدم عليها ضروري. البياسه اللي خاصك تكون عندك فيها العامل ديال جرين شيكد مع جرين شيكد نيت يكون طفره صافيه، هذيك الساعه تخدم على جرين شيكد من اللي كيعطيك. والناس راه دخلت عليه الازرق، راه خدمت بالازرق باش يدخلوه على بعض الطفرات كيدخلوه تاع البار بلو اوبالين ودخلوه، يعني كاين هذا الجرين شيكد وباثمنه ان شاء الله كتكون رخيصه، ما كيكونش شي اثمنه اللي هي غاليه. وكاين بعض المربين اللي جابوه صافي جابوه من الدول الأوروبية ودخلوه على الطفرات ديالهم. وهاد الأسرار ديال الطفرات راه الناس ما كتعطيهاش، يعني احتكار المعلومة لصالح ديال المربي باش أنه تنتج شي طيور كتبقى أسرار. وهاد الطفرات كاملة اللي هضرنا عليها، هاد الطفرات كاملة، الطفرة اللي تنتجات وخدموا عليها المربيين اللي ذكرناهم ما كتعطاش الأسرار ديالها كيفاش تتركبات والطيور اللي ركبوها بها وكيفاش تخدمات، كتبقى بلاصه اللي تنتجت فيها والدوله والاسم ديال المربيين اللي خدموا عليها، حيت هادشي كيكونوا فيه مربيين هما اللي كيخدموا على الطفرات اللي هي متنحيه والمرتبطه بالجنس وبالتجارب ديالهم، يعني وبزاف ديال الحوايج باش انهم باش كيحدوا الطفره، يعني واش هي متنحيه ولا هي مرتبطه بالجنس ولا سائله. خبايا اخرى ما كتعطاش، كتبقى انت والبحث ديالك والابحاث بحثت الناس ولقات البيبان ديال هادشي مسدوده باش تلقى شي حاجه اخرى ما تلقاهاش.
وحنا خلال التتبعات ديال الطيور وخلال كنتحاكوا مع المربيين باش نعرفوا هذاك الشيء، يعني نجيب المعلومة وخاصني نجيبها صحيحة، حيت هاد الفيديوهات اللي كنلوحوا راه ناس اللي كتكون ديجا متحكمة وخدامة في الفيشر، إلا لقات غلط كتكتب لك كومونتير وكتقول لك هذا غلط. يعني هذا الشيء علاش حنا كنجيبوا حاجة صحيحة باش كدوز للموالعية، سواء المبتدئين سواء اللي واصلين، باش يكملوا في الطيور ديالهم والطفرات ديالهم، باش يوصلوا أبعد بعد، باش يحسنوا ويمشيو في واحد الطريق اللي هي صحيحة، حيت الدول الأخرى خدامة عليه. ولكن ما تيقولش لك أنا خدام على الطير كدا وكدا، ولا هادي ما كيسميش لك خدام. تشوف الطيور ديالو كتلقى الطيور ديالهم مختلفة على الطيور ديالنا، كتقول اش دخلوا على من الطفرات، ما كتعطاش. يعني كيفاش تركبوا على الطائر وتعطى بهذا اللون وبهذا الشكل. جرين شيكن، اي طائر ديال الفيشر عطيناه ليه كيزين من اللون ديالو وكيعطي وصف اخر. وهذاك الظلال اللي كاين في الراس هذاك راه تيمكن انه حتى اللون كيتزاد فيه عن الطائر، كما الطائر اللي حط لكم في الصوره. وهذا الطائر هذا راه تيخرج طفرات جديده. مثلا هذا الطائر هذا اللي بغيتي تدخل عليه تدوبل دارك ولا بلاك، تيعود كيعطيك واحد الطائر اخر بلون اخر وبشكل اخر. والناس راه خدمت على بلاك فيس بها الطائر هذا. وتحياتي الاخوان، وكان هذا هو الفيديو ديالنا اللي بغينا نتشاركو مع الاخوان. وما تنسوش ديروا لنا لايك باش ان شاء الله فيما كان شي جديد ان شاء الله نشاركوه. ومرحبا، كنرحب بالاخوه الجدد اللي انضموا معنا القناه ديالنا، تحياتي لهم. وتا الاخوان اللي معنا تا هما اللي هما قدام معنا، مرحبا. وان شاء الله ديما الجديد مع اخوكم رشيد. وتحياتي الاخوان خارج الوطن وداخل الوطن، الموالعيه فيما أين كانوا، تحياتي لكم.